السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي، برحب بكل اللي بيتابعونا. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية مغذية وطعمها حلو، وفي نفس الوقت مش هتاخد منك وقت خالص، وكله في حلة واحدة. يلا بينا مع بعض نعمل على طول غدوة كده سريعة. دي حلة بتاعتنا اهي اللي هنشتغل فيها، ودي فراخ، أي فراخ عندك طازة أو مجمدة هتحطيها في الحلة بنفس الطريقة. لازم الأول تخليها تصفي أي مية فيها لحد ما تبقى لازقة في الحلة. تمام. المية اللي هتنزل دي على طول تكبها في الحوض، اي مية تنزل منها كبيها في الحوض خلاص، حتى لو هي طازة ولسه غسلها حالا برضو نفس الكلام. ولو مجمدة طلعيها على طول في الحلة، ما تسيبهاش لما تفك، لا ده الطريقة الصحية علشان خاطر تاخد صدمة والمسام بتاعتها تتقفل وما تعملش اي بكتيريا ولا كده. خلاص كده هي بقت ناشفة تمام معايا، وهحط لها بقى المادة الدهنية بتاعتي، سمنة بلدي او زيت زي ما انت عايزة. تمام. وهنحط لها بصلاية جوانح كده وشوية فلفل اسمر. خلاص عشان ايه كله يتشوح مع بعضه، وشوية كاري صغيرة، كلها حاجات بسيطة، رشات صغيرة، وتتبيلة دي براحتك، شوية بهارات صغيرة برضو. خلاص وهقلب كله كده مع بعضه. تمام. ما خدتش وقت خالص يا جماعة، كل الكلام ده في 10 دقايق او اقل يعني. خلاص. وحطيت قرفة للي عايز، دي حاجات اختيارية. ورقة اللوري برضو، اللوري طبعا ورق الغردة طبعا ليه فوائد رهيبة، بصرف النظر انه بيدي طعم في الاكل، لا هو ليه فوائد صحية اكتر. خلاص كده تمام. شوحت معايا كده وخدت لون معايا. هنزل بقى بنص شفشق طماطم، مش طماطم كتير يا جماعة، طماطم برضو خفيفة. خلاص اهيت، ومش هسبكها ولا اي حاجة، دوب بس تغلي غلوتين كده او غلوة. خلاص عبال ما يغلي غلوة اكون غسلت الرز. خلاص واجي بقى ايه اسقط الرز فيه اهو، شوف يا دوب غلى، بس عبال ما انا غسلت الرز كان هو غلى الغلوة ونزلت فيه شوية الرز. خلاص عايزة مية حطي لها شوية مية، مش عايزة ولقيت الصلصة تمام وجاية على مقاس الرز خلاص هتحطي لها برضو الملح بتاعها، وتديها تقليبة كده، تحاولي كده ايه تجنسيهم في بعض. خلاص كده انا شايفة ان هي مش محتاجة مية، وان هي كده المعيار بتاعها تمام. خلاص هغطي عليها وهفضل معلية لحد ما تشرب شوية، واغطي عليها زي اي رز بعمله. تمام. ما خدتش معايا وقت خالص، كل الكلام ده في نص ساعة، في وقت اللي انا بعمل فيه الرز. في نفس الوقت عملت اكلة فراخ بالرز، وطعمه بقى لا طعمه بجد بجد حكاية. ماشي. مفلفل وطعمه تحفة. طبعا ممكن الفراخ دي تستبدليها بلحمة، مفيش مشكلة، بصدور، بأي حاجة موجودة عندك. بتبقى أكلة مغذية ومتكاملة وسريعة، وكله كله كله في حلة واحدة. خلاص. ارجو تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوش سبسكرايب للقناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.